يا صباح الفل وصباح الرزق وصباح التفاؤل. النهارده معانا اوردر جديد ويوم جديد، واقول لكم بقى كمان اسعار اللحمه. اللهم بارك. حاجه كده يا بنات، عملنا اوردر بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي الفل. نقول بسم الله وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نبدا على طول على يومنا. والنهارده اليوم بتاعنا يوم مليان كده، اللهم بارك، باوردر كده حلو بألف هنا وشفا على اللي هياكل منه يا بنات. الاوردر بتاعي اول حاجه بدأته بيه بكفتة الرز، قلت اصور معاكم للي عايز يعمل كفتة رز بتاعة العيد. عندي هنا كيلو من الرز. تمام. حطيت عليه راس توم كبيره متفصصه زي ما انتم شايفين، طبعا انا مفرزاها في الفريزر فعادي جدا مش هقول لا. وعندي بصلايه كبيره او بصلتين كبار. وعندي بقى خضره مشكله، كزبره وشبت وبقدونس، هاخد من كل يعني واحده شويه، مش هحط التلات ربط كاملين. وقطعتهم بقى تقطيع عشوائي، لان طبعا هفرمهم عند الراجل بتاع اللحمه، لان هشتري لحمه من عنده. انا عندي المفرمه في البيت، بس انا بصراحه بحب اعملها في المكنه اللي عند الراجل بتاع اللحمه، بتبقى الكفته بتطلع حلوه قوي. تعالوا بقى، انا حطيتها في كيس كده، حطيت الرز والبهارات، طبعا ده كيس نضيف ما فيهوش اي حاجه. انا بهتم بالنظافه، اهم حاجه يا بنات عندي، اكتر من بيتي بكتير. انا الحمد لله نظيفه وكل حاجه، بس برضو كل واحد بيتقي الله جدا في شغله عشان ربنا يبارك له. تعالوا بقى اقول لكم على البهارات اللي بحبها كده على الكفته الجملي او كفته الرز بقى اللي هي الجملي، ما بيخيبش املي. عايزه اقول لكم بقى حاجه كده تحفه: بابريكا، بودره بصل، بودره ثوم، فلفل اسود، رشه كمون، ايه تاني، كزبره ناشفه طبعا اساسي، شويه ملح، وبحط لها معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان ما تكشش مني وتنفش معايا. وعايزه اقول لكم والله بجد كل اللي جرب كفته الرز بتاعتي بيقول لي احلى كفته رز. وعايزه اقول لكم بجد الحمد لله اللهم بارك، مطلوبه مني ودايما بعملها. وطبعا يا بنات هقفل الحجوزات الفتره الجايه، فاللي عايز يحجز ويكلمني، الحاجه عندي خدمه توصيل لحد البيت يعني. وكده انا بحط كزبره طبعا زي ما قلت لكم، الكزبره الناشفه برضو بتدي طعم حلو قوي للكفته بتاعتنا. والملح بقى حسب الرغبه، ظبطي الملح بتاعك كده. وطبعا لو عوزتي حطي عند الراجل، هو بيبقى عنده كيس ملح كده على جنب، اللي بيعوز بيحط تاني. تمام. انا اهو زي ما انتم شايفين بقى اخدها كده كل حاجه جاهزت. وزي ما انتم شايفين بقى رحت عند الجزار. عايزه اقول لكم بجد يعني الجزارين اليومين دول ما شاء الله اللهم بارك يعني، زحمه موت. هتقولي لي ايه يا فاتن الاسعار رخصت؟ اقول لك لا خالص، ده بالعكس زادت 20 جنيه اللحمه. واللي يقول لك اللحمه رخصت دي ما اعرفش بقى، انا بصراحه بجيب من عند الراجل اللي واثقه فيه وبشوفه وهو بيذبح كده، لاني الحاجات دي الواحد بيبقى خايف. وادي الولد بيفرم لي الكفته اهو بسم الله ما شاء الله كده. انا اللي اخترت القطعيه بتاعه الكفته وفرمتها. تعالوا بقى هنا بعد ما انا حطيت الكفته بقى كده ترتاح شويه في التلاجة، تعالوا نعمل بقى السجق. السجق زي ما انتم شايفين كده، حطيت الهانك زي ما انتم شايفين. لاي ست بيت تقدري تعملي السجق في البيت والله العظيم احلى 100 مره، مش شرط تشتريه مني، تقدري تعملي في البيت بنظافه وجوده احلى من اللي بره بكتير، لان كلنا كمصريين بنحب السجق. حطيت الهانك بقى في القمع بتاعي وابتديت بقى احشيه. بصوا بقى شكله عامل ازاي. طبعا كده لسه مربطتوش، انا بوريكم بقى المرحله. بصوا اللهم بارك، لحمه انتي شايفاها بتتفرم وبتتقطع قدامك، وما تحطيش فيها اي اضافات غير شويه توم بس وقرن فلفل واحد، فحاجه كده اللهم بارك تحفه. بهاراتك وحاجتك عارفاها. ونظافه طبعا يعني النظافه طبعا دي اهم حاجه. لكن اللي بتجيبيه من عند الجزار ده بيبقى حاطط لك شغط وحاجات كده هو مش محتاجها، وبيفرمها وبيحط لون كمان، يعني شايفين ده من غير اي لون يا بنات. سجق عندنا سجق بجد بلدي، بلدي 100%، معلوش اي اضافات خالص الحمد لله. شوية بهارات بس وفصين توم وبيطلع السجق معانا بسم الله ما شاء الله. طبعا انا لسه هعمل كمية تانية، بس انا بوريكم. انا بحطه بمصفى وبرده بعلقه كده ساعتين 3 عشان ينشف خالص زي الراجل بالظبط، بيبقى والله احلى من بتاع بره. فاللي عايز يحجز معايا سجق يا بنات يكلمني، انا عامله الجروب على الواتساب، يخش على الواتساب وعندي خدمه توصيل لاي مكان داخل القاهره. على فكره اسعارنا مختلفه جدا عن بره، اللهم بارك اسعاري الحمد لله حاطه يعني حاجه بسيطه عشان الكل ياكل في العيد وياخد، ويعني ربنا كمان يبارك في الرزق. هكمل بقى كمية السجق بتاعتي اهو. انا حبيت اشارككم معاكم، شايفين بقى سجق ونظافته وحلاوته، اللهم بارك، بألف هنا وشفا للي هياكل منه. هنا بقى يا بنات كان عندي برضو اوردر برجر.
تعالوا بقى اوريكم البرجر انا بعمله ازاي. هنا لحمه حطيت عليها لحمه مفرومه، حطيت عليها طبعا بهارات برجر اللي هي بتجيبيها الماجي او بتجيبيها الصايبه. طبعا بختار الماجي، يعني شركه ماجي دي بهاراتها تحفه جدا جدا جدا، احلى شركه بصراحه جربتها. وهنا بقى بحط شويه من بودره بصل وبودره الثوم وشويه من بابريكا عشان اللون، وهحط بقى فلفل اسود سنه بسيطه خالص لا تذكر من الكمون، بحب عليه بصراحه كمون كده سنه بسيطه، والفلفل الاسود بقى والملح بتاعي بس. هو ده البرجر بتاعي، ما بحطش عليه بصل، ما بحطش عليه فول صويا، ما بحطش عليه اي حاجه، بحط عليه بس ميه بصل، ميه بصل يا بنات، وسبع بهارات بس. هي دي البهارات بتاعتنا، ما تجوديش وما تحطيش اي حاجه تاني. عايزه اقول لكم بجد تحفه، احلى برجر هتاكلوه. هحط بقى كده سنه بسيطه من البيكنج باودر عشان البرجر بتاعي ينفش معايا وما يكشش. الحمد لله انا جايبه لحمه صغيره، ما بستخدمش الكبيره، لان الكبيره دي لو خدتي مني كيلو البرجر هيوصل لنص كيلو، ولو خدتي مني كيلو الكفته الشوي هتكش منك جدا نصها. فانا بشتغل في اللحمه الصغيره يا بنات، وعايزه اقول لكم اللهم بارك مفيش حاجه بتكش خالص، ولحمه نظيفه، والقطعيه انا اللي بختارها، وبتبقى قدام عينيا، كل حاجه قدام عينيا، يعني حاجه في البيت مضمونه ونضيفه. ولو انت بقى ست عامله، لو انت مثلا عندك عزومه اللهم بارك اللهم بارك، الناس بتاخد مني الاكل مفيهوش اي غلطه الحمد لله. بس انا حبيت اشارككم الافكار دي للي حابب يطلب. عندكم جروب على الواتساب، خشوا بسرعه، واعمل كمان عروض حلوه قوي هتفيدكم. وبصوا بقى هنا اللقطه دي قدر الله ما شاء فعل، عندي الكبه اتكسرت زي ما انتم شايفين، كنت لسه هفرم البرجر في وش تاني. لا الحمد لله يعني على كل حال. ده طبعا حاجات واردة بتحصل، لاني طبعا هتلاقي معاكي انا طبعا اللي لسه متابعني او متابعني من زمان، انا مشروعي مبتدئ ما كملتش شهر، بس الحمد لله اللهم لك الحمد. جالي زباين كتيرة ومن حواليا، وزباين كمان في حتت بعيدة جدا، اللي بيجرب الاكل بتاعي نضيف وسعره كويس ويجيلي كمان. فطبعا كل اللي حواليكي بقى بيركز معاكي، فدايما بيحصل بقى حاجات زي كده. وكان عندي البوتاجاز بايظ من كام يوم، فالحمد لله على كل حال ان الحاجات بتيجي في حاجات زي كده بتتعوض. فطبعا لزقت بقى الكبة وحاولت كده ألصمها لحد ما اروح عند الراجل، وضربتها ضربة كمان زي ما انتم شايفين، وهنعمل بقى احلى برجر مع بعض. جبت هنا بقى الكيس دهنته زيت، وهبتدي بقى بالمكبس البرجر كده. ده مكبس جامبو، انا عايزه اجيب الاقل منه، لان في ناس بتحب الصغير وفي ناس بتحب الكبير، فانا ما عنديش غير الجامبو بس. تعالوا بقى اوريكم البرجر بتاعي، والله يا بنات تحفه. سيبكم بقى من البرجر اللي بتجيبوه من بره اللي مليان فول صويا. هنا بقى يا بنات كان عندي اللحمه الجملي زي ما قلت لكم، شايفين بسم الله ما شاء الله، تحفه بجد، تحفه جدا جدا جدا. هبتدي بقى اصبعها كده معاكم، لاني انا عندي اوردر كفته، وعندي برضو مش متصبعه، يعني في ناس بتطلبها متصبعه جاهزه، وفي ناس بتطلبها عجينه وهي تصبعها تحطها في الفريزر بقى تطلعها تصبعها في اي وقت، وفي ناس بتطلبها محمره. يعني اللي انت عايزاه متاح عندي، بتحمريها بحمرها لك وتحطيها في الفريزر يكشي تقعد شهر ما يجرالهاش اي حاجه. شايفين بقى الاوردر بتاعنا بسم الله ما شاء الله، بعد ما قفلته السجق بتاعي بسم الله ما شاء الله مفيهوش اي بنات لون خالص، ده لحمه طبيعي 100%. اللهم بارك، بألف هنا وشفا. حاجه كده في البيت نضيفه وطعمها حلو، وعلى فكره انضف من بره 100 مره. شايفين بقى الكفته بتاعتي تحفه، الكفته بتاعتي اللهم بارك ما بتفكش، طعمها حلو، توابلها مظبوطه، اللحمه فيها كمان باينه، حاجه كده يا بنات تحفه. وادي البرجر البيتي يا بنات تحفه اللهم بارك. عندي كيلو من البرجر، كان طالع النهارده كيلو برجر، شايفين شكله بسم الله ما شاء الله فظيع. الحمد لله العميله عجبها الاوردر بتاعي واتبسطت جدا، هنزل لكم الريفيوهات بتاعتها. شايفين بقى اللي عايز كفته جملي يكلمني، واللي عايز سجق كمان يكلمني، عندي برجر. وطبعا برضو هي كانت طالبه كده عجينه واحده تانية كيلو، ده كل طبق نص، انا عاملاه كده نصاص عشان ايه يسهل عليكي، لو طبخه واحده تطلعي تصبعيها على طول. زي ما قلت لك متاح عندي جميع الخدمات. اكل بيتي مع ام فؤاد. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ودعوه حلوه بالله عليكم في الايام المفترجه دي ان ربنا يرزقني ويرزق كل الستات الحلوين اللي بتشجع بعض
وعايزة بقى نشوف المصريين الحلوين اللي يشجعوني. مع السلامة.